1970 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هدير المدافع والحروب، حروب استئصالية تحاول إبادة شعب بأكمله، الشعب الفلسطيني الأعزل أمام مسمع ومرأى العالم، بدعم أمريكي وتواطؤ غربي وصمت أو عجز عربي. كما نخلد هذه الذكرى، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ظل تنامي العنصرية والشوفينية والطائفية وخطاب الكراهية والعدائية ضد المهاجرين. نحن كمغاربة الداخل والخارج نحاول أن نخلد بدورنا هذه الذكرى على إيقاع التراجعات الخطيرة في مجال الحريات، حيث يتم تضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، والزج بالعديد من الشباب والشابات في دهاليز السجون، واستمرار المتابعات والمضايقات ضد الصحفيين والحقوقيين والنشطاء الحراكيين. هذا الوضع الملغوم والمتردي يدفعنا كحقوقيين وكإعلاميين للوقوف هذه الليلة عند موضوع وضعية حقوق الإنسان في المغرب ومستجداته وآفاقه، وكذا سبل توحيد الجهود من أجل إطلاق سراح كافة المظلومين في سجون الذل والعار داخل المغرب. وعلى هذا الأساس نحاول هذه الليلة، أو نستدعي هذه الليلة ثلة من الأساتذة من الحقوقيين والأكاديميين لتناول موضوع حقوق الإنسان، من بينهم الأخ الأستاذ خالد البكاري، اللي هو أستاذ جامعي وحقوقي معروف في دفاعه عن وضعية المعتقلين السياسيين بالمغرب ونشطاء الحراكيين. وكذلك معنا الأستاذ جواد مستقبل، اللي هو عضو أتاك وعضو لجنة حرية عمر راضي وسليمان الريسوني في بلجيكا. وكذلك الأستاذ أكريم محمد، اللي هو عضو الائتلاف في أوروبا، اللي هو أيضا من مناضلين الذين دعموا الحراك ومعتقليه منذ اندلاعه. دون أن أطيل عليكم سأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ خالد البكاري. أستاذ خالد، مساء الخير. مساء النور. مرحبا أستاذ خالد، حكمكم مرحبا. الوحيد الذين يعيشون في المغرب اليوم من بين ضيوفنا، واش ممكن تلخصوا لنا وضعية حقوق الإنسان اليوم في وطننا؟ لكم الكلمة. شكرا سعيد. شكرا إخوان في المنصة ديال راداس. عبد المجيد اللي جندي الخفاء، سعيد جدا نكون معاك، نكون مع جواد مع كريم. قبل ما نبدا التقييم ديال وضع حقوق الانسان خلال هذه السنه، غادي نبدا مما انتهيت اليه، ملي قلتي بلي اننا الوحيد في المغرب وكلكم الان متواجدين خارج ارض الوطن، باش نثير الانتباه لواحد الملف اللي ما كيتمش التناول ديالو بكثره في المغرب من الناحيه الحقوقيه، وهو ملف واحد المجموعه ديال النشطاء المغاربه، ديال المناضلين المغاربه اللي موجودين في دول أوروبية، في فرنسا، في بلجيكا، في هولندا، في ألمانيا، في إسبانيا إلى آخره، اللي الآن كيصعب عليهم أنهم يرجعوا للمغرب. ما عارفينش الوضعية ديالهم داخل المغرب، باعتبار أنه واحد مجموعة من الناس اللي ملي كترجع للمغرب يتم الاعتقال ديالها، أو كيتم تقديم استدعاء لها للمثول أمام الاجهزه الامنيه والقضائيه في المغرب، وكيكتشفوا حتى كيدخلوا للمغرب بانها عليهم مذكرات بحث وطنيه بسبب الانشطه ديالهم في الخارج، واللي غالبا هي انشطه اما مرتبطه بالمشاركه في مسيرات احتجاجيه، واساسا في
المسيره ديال دعم المعتقلين السياسيين، واما كانوا كينشطوا في ندوات بحال هذه، او كانوا كيكتبوا تدوينات، وكانوا هذا. فاذا الواحد ما بقاش عارف واش يدخل لبلادو ولا ما يدخلش بلادو. على الاقل في المراحل السابقه اللي كان عندنا واحد المجموعه ديال اللاجئين، واحد المجموعه ديال المنفيين، دونك واحد كينظم حياته على اساس انه الان انا واحد عندي اللجوء السياسي، ولا عندي المنفى القسري ولا المنفى الاختياري، صافي. يعني بمعنى انه حتى لا بغيت نرجع للمغرب خص تكون تما واحد النوع من الانفراج، واحد النوع ديال التسويات، واحد النوع ديال المفاوضات، واحد النوع ديال الضغط اللي كيؤدي الى عوده المنفيين، بحال اللي شفنا مثلا في نهايه ديال التسعينيات. اليوم الناس ما عرفاش واش عليها مذكرات بحث ولا ما عليهاش مذكرات بحث. حالات كثيره ديال الناس اللي ملي رجعوا للمغرب تم الاعتقال ديالهم في المراكز الحدوديه. بالنسبه للوضع الحقوقي في المغرب، الوضع الحقوقي في المغرب، الشيء الا شدينا الحلقه ديال العام اللي فات وكنت درتيها سعيد بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان، راه الا شديتي ديك الحلقه وعاودتيها اليوم هي على اساس انه حلقه ديال اليوم، راه ما كاين حتى شي تغيير زعما. بمعنى انه الوضع الحقوقي في المغرب هو وضع ستابل، ولكن ستابل بالمعنى السلبي ماشي بالمعنى الايجابي. ملف الاعتقال السياسي باقي مفتوح. بزاف الناس كيتكلموا على اساس ان الاعتقالات السياسيه في المغرب نقصت، باعتبار ان ما كانتش اعتقالات كثيره في المرحله الاخيره. وهذا النوع من الدفعات هو خطير جدا لسببين. السبب الاول هو انه كيخلي الانسان يطبعه مع ظاهره الاعتقال السياسي، بمعنى غير ما تكونش اعتقالات بزاف. والسبب الثاني هو انه اصلا المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي اللي موجود في المغرب هي ملفات ما زالت مطروحه، وملفات اللي باقي ما لقاتش الشي حل ديالها. وكنحيوا طبعا جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلين الراي في المغرب. انتم كتعرفوا بان واحد مجموعه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي في المغرب داروا اضراب رمزي بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان. وهنا غادي غير بعض الناس اللي متبعين هذه الملفات هذا بغيت نوضح لهم واحد الامر، لان شفت بعض التدوينات اللي كتكتب في مواقع التواصل الاجتماعي لان كانت واحد الملصق فيه واحد 6 ديال المعتقلين السياسيين، وقال لك واش هادو اللي كاينين؟ نو، هادوك اللي داروا اضراب الرمزي، هذيك صوره ديال ملصق خاص باضراب رمزي، مع العلم انه صعيب الان في المغرب ان تنسق اضراب اللي غادي يشمل جميع السجون المغربيه، لان القناه الوحيده هي العائلات ديال المعتقلين السياسيين حاليا. وكاين واحد مجموعه العائلات المعتقلين السياسيين اللي كاين ضغوطات عليها باش ما تواصلش مع الحقوقيين، والا فان الاوضاع ديال الابناء ديالها في السجون غادي يوقع فيها تدهور. ماشي طبعا هما ماشي ديما كيطبقوا هذه التهديدات هذا، ولكن التهديدات كتاثر على العائلات. اذا ملف الاعتقال السياسي مازال مفتوح في المغرب. مازال ممنوع الحق في التظاهر والحق في التنظيم، مازال اشكال مطروح في المغرب. يمكن من بعد نرجعوا لهذا الموضوع هذا، لانه بزاف الناس كيطرحوا انه مؤخرا كاين تساهل بين قوسين في الاحتجاجات المرتبطه بالتضامن مع غزه وفي الاحتجاجات ديال الاساتذه. يمكن نرجعوا اثناء النقاش، ولكن السمه العامه هو انه الاحتجاجات في المغرب مازال كاين الاشكال ديال المنع. وهنا غنوضح واحد النقطه، لانه وزير الداخليه ديما كيجي للبرلمان كيقدم واحد الارقام، كيقول لك ها عدد الاحتجاجات اللي كانت في المغرب ياك، وها عدد اللي تم المنع ديالها ان ما استوفتش الامور القانونيه. وكيقدم هذه الاحصائيات اللي كتبان باللي انه الاستثناء هو المنع، وان القاعده هو السماح بالتظاهر. ولكن الطريقه كيفاش كيحتسبوا هما التظاهر ماشي الطريقه اللي كنحتسبوا حنايا التظاهر. راه بعض النواب مثلا واحد المراه خرجت من كانت حاضره في المحكمه وحكموا على ولدها في قضيه عاديه، خرجت قدام المحكمه قالت اللهم هذا منكر. حتى هذاك راه كيحسبوها باللي انها وقفه وكذا، وفي نهايه المطاف كيقدم لك واحد العدد كبير في مقابله كيقدم واحد العدد صغير اللي تم المنع ديالها. وكيدفع بواحد الاطروحه خطيره جدا، كيقول لك هذا الشيء هذا كيوقع في العالم كامل.
كيوقع في العالم كامل، زعما كيوقع في العالم كامل راه عنده شرعيه، راه واخا يوقع حتى في امريكان، واخا يوقع في فرنسا، التظاهر خصو يتم الاحترام ديالو. اضافه الى ذلك، هو اش كيوقع من بعد المنع ديال التظاهر من متابعات قضائيه، واللي في احيان كثيره كتؤدي الى المتابعات في حاله اعتقال، او الى الحكم بمدد سجنيه اللي لا تتناسب مع، حتى لو افترضنا ان هناك خرق للقانون. ولكن باش نختم ونعطي المساحه للرفاق، حنا كنركزوا بزاف، وهذا نقد ذاتي، كنركزوا بزاف على الحقوق المدنيه والسياسيه، كنساو الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي هي متدهوره في المغرب وتزداد تدهورا يوما عن يوم. مازال في المغرب عندنا الاستيلاء على الاراضي السلاليه، مازال في المغرب عندنا طرد الناس من الاماكن السكن ديالهم، او لا من الاماكن ديال اللي كانوا كيديروا بها الفلاحه، من اجل باش يستولوا عليها واحد مجموعه الاوليغارشيات، واحد مجموعه ديال الباترونات اللي هي كبيره. مازال عندنا التسريح ديال العمال بشكل غير قانوني وبشكل متعسف وبدون حتى اداء ما يفترضه قانون الشغل، رغم ان عندنا ملاحظات كثيره على قانون الشغل. وبالتالي يجب الانتباه لهذه النقطه ديال تدهور الاوضاع الاجتماعيه وانتهاك ديال الحريات النقابيه. ما يقع سواء العمال الزراعيين، ولا الناس اللي كيشتغلوا في الصيد البحري، ولا في الناس اللي كيشتغلوا في القطاع غير المهيكل، ونفهموا بانه الان الدوله كتكلم على الدوله الاجتماعيه الى اخره، وكدير واحد البروباغندا اللي هي خطيره، بيناتها مثلا اللي يهضروا عليه مؤخرا حول الدعم الموجه للاسر. الدعم الموجه للاسر باش نبينوا بانه عنده خطوره على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه مزيان، يعني من الناحيه النظريه كيبان مزيان، ولكن هما باش كيقارنوا شكون هي الاسر اللي غتلقى دعم؟ هي الاسر اللي ما عندها حتى ما مغطياش بشي نظام ديال التامين الصحي، بمعنى ما هي كاينه في الكنوبس، ما هي كاينه في السينيسيس. دونك اذا هذاك اللي ما هو ما عندوش الكنوبس وما عندوش السينيسيس وغتعطيه انت، في الحقيقه هذاك ماشي دعم اجتماعي، هذاك هي تعويضات على الابناء، لان ذاك الدعم اللي غيتقدم هو نفسه اللي كيتعطى التعويضات على الابناء. مهم في الجلوبال الا كان عنده واحد ثلاثه ديال خمسه ديال الدراري غتوصل له 1500 درهم، كان عنده ثلاثه الدراري غتوصل له 900 درهم الى اخره. ولكن الخطوره فين كاينه؟ هو هذاك اللي عنده السينيسيس وكيشد 2800 درهم، ولا كيشد 3000 درهم، ولا كيشد 3500 درهم، هذا ما غتعطيش الدعم المباشر لانه هو عنده السينيسيس. ولكن انت في مقابل الدعم، في مقابل هذا الدعم المباشر شنو غتعمل؟ غتحرر الاسعار بصفه نهائيه، بمعنى ما غيبقاش عندك صندوق المقاصه. اذا هاد الناس اللي هما عندهم 3000 درهم، 3500 درهم، 4000 درهم، اللي غينعكس سلبيا عليه الرفع ديال الغاء ديال صندوق المقاصه، وما غيستافد حتى بشي تعويض. اذا هو المزيد من التفقير. اليوم فاش كيتكلموا لنا على الدعم الموجه نحو امتلاك السكن في المغرب، اللي هو كنظن بين 3 وبين 5 ديال المليون على حسب الثمن ديال لابارتوم، حيت السوق ديال العقار راكد فعل ازمه الاجتماعيه. اذا انت فاش كتقدم هذا الدعم هذا، واش عملتي ضمانات باللي ان المنعشين العقاريين ما غيرفعوش الاسعار حتى هما؟ اذا في نهايه المطاف راه ديك الدعم اللي غادي يتقدم ما غتستافدش منه الاسر، لان اللي غيتعطى بالمنيه غادي يمشي بيد، بلا ما نذكروا التكلفه ديال تنظيم المغرب المونديال، واللي غادي يكون اللي غتعمق، وهنا اللي غادي نختم اللي غتعمق الفوارق المجاليه، لانه باش انت تستجب لدفتر التحملات ديال المونديال، بمعنى غتستجب له في اطار المدن اللي غتستافد اللي غتستقبل المونديال، هي اللي غتزيد انت في توسع الطرقان، دير مستشفيات اخرى جديده، العرض الصحي، العرض الفندقي الى اخره. في حين انه حنا ما نقولوش بان الوضعيه ديال طنجه وديال مراكش وديال كازا وديال الرباط مزيانه،
ولكن كوميم مقارنه مع القرى، مقارنه مع البوادي، مقارنه مع المدن الصغرى، اذا انت غتخسر اموال طائله. في حين انه التهميش، وفي حين ان العرض الصحي، وهذا الشيء غادي يكون على حساب العرض الصحي في القرى وفي البوادي، وعلى حساب البنيات التحتيه في القرى والبوادي، وعلى حساب واحد المجموعه ديال الامور. اعتقد انه في المغرب مقبلين على المزيد من انتهاك الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه، المزيد من تحقير الفقراء واغناء الاوليغارشيا. اسمحوا لي. قلت لك سي خلينا نتحدث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وكما كتعرفوا أن التطورات ديال حقوق الإنسان دائما كتجي في سياق اجتماعي واقتصادي اللي من خلالها نحاولوا نفهموا دلالات تراجعات ديال حقوق الإنسان أو تقدمها. في نظركم سي خالد، من خلالكم كمناضل ديال أتاك وأكيد مهتمين بهذا الموضوع، واش ممكن تحاولوا تفسروا لنا، تشرحوا لنا شنو هي الشروط اللي جعلت الوضعية حقوق الإنسان تتراجع في المغرب في السنوات الأخيرة على الأقل؟ لكم الكلمة أستاذ جواد. جواد، شكرا سعيد بدوري، كنشكركم وفرحان انني نكون معكم في هذا الحوار هذا. قبل ما نجاوب على السؤال، وكيف ما قلتي زعما الفهم ديالنا حنا في اتاك المغرب، المساله ديال التراجع، ما يسمى بالتراجعات على حقوق الانسان في المغرب، ما يمكنش الفهم ديالها من دون اننا نربطوها بالوضعيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه واشكال الظلم اللي كيعيشوها الاغلبيه ديال الناس في المغرب. دونك ظلم اجتماعي، اقتصادي، بيئي، والازمات في الحقيقه المركبه اللي كيتوجد فيها المغرب اليوم، واللي كتجعل انه الجواب الوحيد اللي كيبقى عند المخزن امام الازمات اللي هو كيخلقها من خلال واحد الخيارات الاقتصاديه اللي دار، هو القمع. كيبقى ليه غير القمع، لانه هذه السياسات اللي مسافه من واحد المده كامله كتجعل ان كتنتج عليها واحد الفوارق الاجتماعيه اللي هي كبيره، وواحد الاشكال ديال الظلم اللي كيعيشوها الناس، ونحاول نسرد بعضها من بعد بشكل طبيعي. كتكون واحد ردات الفعل اما احتجاجيه او مجموعه المناضلين اللي كينخرطوا في واحد المجموعه ديال الاحتجاجات، واللي كتواجهها السلطات بالقمع. ولكن قبل ما نتحدث على هذه القضيه، قبل ما بحقا فاش كنت كنهي لهذا اللقاء هذا، مزيان وقيل نرجعوا لمجموعه الارقام حول على الاقل الاعتقال السياسي. وهنا رجعت للتقرير الاخير ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ديال 2022 اللي كانوا قدموه وقيله في مارس ولا ابريل ديال هذا العام هذا. دونك التقرير كيتحدث غير بالنسبه للمعتقلين السياسيين على 175 معتقل سياسي، هذا الشيء في 2022. ما عرفتش بحال كاين ديال المتابعات اللي كانت هذا العام هذا وشحال زاد عليها. كاين بعض التقارير كتحدث على 83 متابعه سياسيه اللي كانت هذا العام هذا. بالنسبه للخرق ديال الحق في التنظيم والجمعيات، كاينه مجموعه من الجمعيات والمنظمات اللي كيتم حرمانها، سواء من التجديد ديال الوصل الايداع، سواء من كالريموءنه ديال التاسيس. ومن ضمنها الجمعيه ديالنا ديال اتاك، حنايا تاسسنا في 2000، حصلنا على وصل الايداع في 2002. من تما من 2002 يعني تقريبا 20 عام دابا، والسلطات كترفض انها تعطينا وصولات الايداع. رفعنا قضيه، كانت مجموعه ديال التماطلات لحد الان، يعني كيتم الرفض ديال انه تسليم لنا وصل الايداع. وبطبيعه الحال مجموعه ديال التضييقات في الحصول على المقرات العموميه،
منع مجموعه من الانشطه، وهذا الى جانب مجموعه من الجمعيات الاخرى. بالنسبه لحريه الصحافه، ب 2022 المغرب كان في الكلاسمون يعني في الرتبه 135 ما بين 180 دوله. كاين عاوتاني من بين المعطيات اللي كتبان لي مهمه يعني اشكال العنف الاخرى اللي كيعيشوها المغاربه كاملين. كاينه عدد الوفيات سواء في السجون ولا في الكوميساريات، تقريبا 18 وفاه في 2022، 13 ديال الوفيات ناتجه عن الاخطاء الطبيه، 90 حاله وفاه احدث الشغل، وتقريبا شي 1000 ديال الانتحارات، تقريبا 3 انتحارات كل يوم. انا كنظن هذا الشيء كيعطينا كمان واحد الصوره عامه على الوضع ديال حقوق الانسان على الاقل في هذه المجالات. كاين واحد المجال مهم ما خاصش ننساو، هو الوضعيه ديال المهاجرين في المغرب، وغياب اي جريمه من العنصريه وانعدام اي حمايه للاجئين. اليوم في المغرب راه ما كاين حتى شي قانون اللي كيجرم العنصريه، وكاين واحد ليبوكريزي كبيره في هذا المجال. يعني الى حنايا والمغاربه كيعانيوا من هذه العنصريه في البلدان الاوروبيه، للاسف على الدوله لا مجموعه ديال الناس اللي كيقبلوا ولا كيغمضوا عينيهم على مجموعه الممارسات العنصريه في بلادنا. دونك هذا بالنسبه للمعطيات. كيف ما قلنا هذا الشيء مرتبط بطبيعه الحال بواحد الخيارات الاقتصاديه اللي دارتها الدوله منذ في حق واحد على الاقل من الثمانينات، منذ ما يسمى ببرنامج التقويم الهيكلي. واخا راه يمكن نرجعوا حتى قبل، يعني نلقاو الجذور ديال الازمه اللي كنلقاوها اليوم هي جذورها راه جايه من الاستعمار، اللي ورثنا واحد التوجه الاقتصادي واحد الشكل ديال التعاطي مع يعني ديال النمو، واحد الشكل ديال النمو الاقتصادي ولا اختيارات اقتصاديه. ولكن ورثنا عاوتاني واحد النخبه اللي هي مستعمره بعدا فكريا، واللي هي المهمه ديالها الكبيره اللي كانت منذ الاستعمار، وتعلمت هذا الشيء في ظل الاستعمار، ديال كيفيه النهب ديال الخيرات ديال هذه البلاد هذه، والاستيلاء على الاقاليم. اللي كنقول الاقاليم يعني الاراضي، الماء، كاع الثروات اللي كاينه تعلمات في حضن المستعمر، وكملات هذا المسلسل في حقه بواحد المسميات اللي مختلفه. دونك ربما الاسم الاخير كان هو برنامج التقويم الهيكلي، واللي استعملت المساله ديال الديون كمسوغ لفرضه. دونك شنو كنعنيو حنا بهذه السياسات ديال البرنامج التقويم الهيكلي، واللي كتسمى كذلك سياسات اقتصاديه نيو ليبراليه. دونك نعطي غير واحد 4 ولا 5 ديال من هذه السياسات ديال الامثله المهمه. دونك اول حاجه هي خصوصات المؤسسات العموميه لفائده الشركات الخاصه العالميه والمحليه. دونك نعطي جوج الامثله، لانه في حقها راه كاين بزاف اللي كينساو بان راه كاين مجموعه من المؤسسات اللي كتبان دابا خاصه، وهي راه في الاصل راه كانت عموميه. لا سمير راه كانت اللي سدوها دابا راه تم الخصاصه ديالها في النهايه ديال التسعينات، والحصيله ديال هذه الخصاصه راه كانت كارثيه. 40 مليار ديال الدرهم يعني واحد اون بيرت ديال الخزينه العامه اللي هرب هذاك المستثمر، هرب وخلى شرر لينا واحد اكثر من ولا ما يقارب 900 عائله اللي تم التشريد ديالها. مثال اخر الشركه ديال سوناسيد اللي كانت هي شركه عموميه وتم خصاصتها واستردت منها شركه ديال الاونا ولا الشركه اللي عند العائله المالكيه. نفس الشيء بالنسبه لشركه معادن سيمي اللي متخصصه في استخراج الفضه والمعادن النفيسه. وكاين الشركه ديال اتصالات المغرب اللي تم الخصاصه ديالها. دونك كاين مجموعه ديال المؤسسات اللي تم الخصاصه ديالها، وبطبيعه الحال اللي تم استفاده
مجموعه من العائلات اللي هي سواء مقربه من القصر، سواء العائلات اللي هي قريبه من مراكز القرار، واللي استفادت من الوضع ديالها باش من هذا المسلسل ديال الخصوصه. النقطه الثانيه هي تحرير القطاعات الحيويه والاستراتيجيه. دونك كاين قطاع الطاقه، قطاع توزيع الماء والكهرباء مثلا في كازا تم التحرير ديالو في نهايه التسعينات، وتم دونك في كازا، في الرباط، في طنجه وامانيس، وتكون الحصيله ديالو لا من الناحيه الاجتماعيه ومساله الربط الاجتماعي، لا من ناحيه الزياده في الفواتير. دونك كاين هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه وكنظن خالد دوا على جزء منها، يعني التقليص ديال الميزانيات ديال الخدمات العموميه الاساسيه، دونك الصحه والتعليم، وفتحها امام الاستثمارات الخاصه. المساله الاخرى هو الفتح ديال الحدود ديالنا امام المنتجات الاجنبيه، خاصه مع توقيع ما يسمى باتفاقيه التبادل الحر، اللي هي في حق اتفاقيه استعماريه جديده. والنقطه الاخيره واللي هي اساسيه في حقها في اعتقادي هو التوجيه، هو اعتماد واحد الفلاحه موجهه نحو التصدير، واللي كان التاثير ديالها كارثي على ما يسمى السياده الغذائيه. راه حنا فاش المغرب خدا الاستقلال كانت الحبوب كتشكل 22% من الصادرات ديال المغرب. في 2022 كان استوردنا 45% من الحبوب ديالنا استوردناها من على برا، وخاصه من اوروبا، والمغرب هو اول مستورد ديال الحبوب من اوروبا في 2022. دونك باش يبان الفرق، يعني في ظل ما يسمى بالاستقلال، يعني من الخمسينات، من 56 لدابا كنا كنصدروا الحبوب 22%، ولينا كنستوردوا 45 ديال الحبوب اللي كنستوردوها. هنا كيبان زعما هل هذا الثمن اللي كنأديو. دونك هاد السياسات الا غنديروا واحد كشف حساب ديالها اليوم، لانه يعني لا الناس اللي حاكمين هاد البلاد هذه ولا حتى المؤسسات الماليه العالميه، يعني لي فيمي ولا بون مونdial، كيعطيو المغرب كواحد المثال زعما ديال النجاح. وهذا الشيء اللي كيحاولوا يدافعوا عليه في مراكش، وحنا حاولنا نفضحوا هذا الشيء من خلال القمه البديله. ولكن المعطيات زعما لا في التقارير العالميه ولا حتى في التقارير الرسميه كتبين العكس. المغرب في مساله التنميه البشريه يحتل يعني تقريبا 20 سنه لا موين، المعدل ديال الرتبه هو 125. بالنسبه للمغرب مجموعه ديال التقارير، وخاصه التقارير ديال الاوكسفام، تعتبر من الدول الاكثر تفاوتا اللي كيتوفر على اكثر التفاوتات الاجتماعيه في شمال افريقيا. تقريبا في كاع التقارير الاخيره من 2018 كاع التقارير ديال اوكسفام كتعتبر المغرب الدوله اللي كتوفر على اكثر التفاوتات الاجتماعيه. اذا خدينا مثلا كاين واحد التقرير حول التفاوتات في العالم، وورد انيكواليتي ريبورت ديال 2022، كيهضر على ان 10% من الاغنى، 10% اللي في الاعلى السلم اللي بغيتو الاجتماعي كتستحوذ على 63% من الخيرات، في حين ان 50% اللي في الاسفل ما كيتوفروش ولا كيتوفروا على اقل من 5% من الثروات. بالنسبه للمساله ديال الشوماج، خصكم تعرفوا بان هذا العام هذا 2023 في كيسميوه شنو هذا الكوارتر، يعني 3 شهور الاخيره، يعني حتى حتى اكتوبر 2023، الارقام الرسميه هذه ديال المندوبيه الساميه للتخطيط هذه 13.5%، في حين ان كانت 11.4%،
وخلاص هذه النسبه هذه ديال العطاله ولا البطاله كترتفع حتى 30% عند الشباب الحاصل على الدبلومات. العام اللي فات، غير هذا العام هذا، حاول تلخص الفكره باش ندوز للسي كريم. حاول تلخص الفكره ديالك. واخا. دونك العام اللي فات ولا هذا العام هذا تم يعني فقدنا تقريبا 300,000 منصب شغل. دونك هاد الناس هادو كانوا كيوعدونا كيقولوا بهاد الاختيارات السياسيه غنشجعوا التشغيل، في حين ان اللي وقع هو العكس. دونك الفكره الاساسيه هو انه هذا التطور ديال حقوق الانسان في المغرب هي مرتبطه بواحد الوضع اجتماعي اللي هو كارثي، ومجموعه واحد الظلم اللي كيعيشوه الناس سواء في المستوى الاجتماعي ولا المستوى الاقتصادي، وممكن نرجع حتى للظلم البيئي في بقيه النقاش. تحيه. شكرا سي جواد. وكما قلت في السابق ان جواد هو اولا مهندس وعضو لجنه الحريه لعمر راضي وسليمان الريسوني ببلجيكا، وكذلك عضو اتاك المغرب. سامر مباشره للصديق والرفيق محمد كريم. اخي كريم، إلا سمعتي جوج مداخلات حول هذه الأرقام وهذا التردي ديال حقوق الإنسان، وكذلك المراتب الدنيا التي يحتلها المغرب في كل المؤشرات ديال التنمية على المستوى العالمي. نمشي لكم عند واحد النقطة أثارها الأستاذ البكاري، خالد البكاري، اللي قال فيها بأنه كاين مجموعة ديال الناس مثلا في الخارج، من نشطاء الخارج، ما كيدخلوش المغرب إما خوفا أو موقفا. وكذلك كما قال في واحد الحلقة اللي جبت لها المعتقل السياسي السابق محمد النجاوي، قال لك مثلا 53 معتقل سياسي اللي كانوا في عكاشة، طبعا كان جوج اللي كانوا متابعين بحالة صراح، بقاو 15 في المغرب، اخرين كلشي هربوا، كلشي خرجوا للخارج. هذه الوضعية بحكمكم كناشط هنايا وكعضو ائتلاف ريفي اوروبا، واش تشوفوا بانه مقلقه؟ واش انه كاين حل لها؟ واش كاين، وخاصه ان في المغرب الى حد الان قليل في كنسمعوا انه كاين ناس اللي منفيين اللي ما يقدروش يدخلوا للبلاد، علما انه في الستينات، في السبعينات، الثمانينات، التسعينات، انا شخصيا كنت كنعقل في اوتيم كنقولوا اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مدنيين وعسكريين وعودة المنفيين. الآن إلى حد الآن الشعار المنفيين الناس ما كيهضروش عليها. بالإضافة كونكم ناشط تتابعون الوضع الحقوقي في المغرب وخاصة وضعية المعتقلين السياسيين، ماذا يمكن أن تقولونه في هذا الموضوع سي أكرم؟ لكم الكلمة. شكرا خويا سعيد. اولا تحيه لك وتحيه للسي مصطفى راداس تي في، وتحيه للاستاذين الكريمين اللي معنا السي خالد والسي جواد. من طبيعه الحال ما غنزيدش بزاف، بحال اللي قال خالد قبيله انه الا رجعتي للعام اللي فات غادي تجبرنا نفس التشخيص نفس الهضره. انا نزيد بانه ماشي فقط الحلقه الماضيه بالمناسبه ديال الحقوق الانسان، وانما جميع المناسبات ديال اللي ياتي الحديث حول الوضعيه ديال حقوق الانسان في المغرب تكررت كثيرا. عليها اللي بغيت نثير الانتباه حتى انا بغيت باش ما نكررش الكلام، من طبيعه الحال لان التقارير كتسجل كل شيء. اللي مثير للانتباه ان امام هذا الوضع المزري يعني المراقبه ديالنا للتصرف اللي كيقوم به النظام، يعني تجاوبا مع هذه التقارير الدوليه او مع الانتقادات الموجهه عليه، انه كيمشي بالعكس تماما، كيمشي في نفس الاتجاه وكيزيد يعني ممارسات كتثبت الطبيعه ديالو اللي انها ما كتفتش على الحل. خصوصا انا ما بغيتش نفصل ما بين المسائل اخي سعيد، ونعتبر بان القضيه ديال هاد الظاهره ديال المنفيين والخائفين ولا الخائفين بالمتابعات الكيديه، لان الوضعيه ديال حقوق الانسان هو كل يتجزا. اذا كانت الدوله كتعامل مع ملف ديال حقوق الانسان سواء مع المواطنين في الداخل، نفس التصرفات خصها تنطبق على الخارج. هنا في الخارج راقبنا واحد النوع ديال العمل
يعني ماشي ديال دول مؤسسات، راقبنا عمل ديال تآمري، يعني راقبنا حتى انه وصل دابا ماشي مساله كنهضروا عليها احنا فقط، وانما رجعت يعني كاينه متابعات رسميه في بلجيكا. نذكروا المراقبه ديال الصحفيين والنشطاء على التليفونات ديالهم بيغاسوس. نذكروا موروكو قطر جيت اللي باقا كانت التفاعلات ديالها. هادو كلها ظواهر انها عوض كانت الدوله تستثمر هذه الامكانيات وهذه المسائل يعني للانتقال الاحسن، كان غادي يكون افضل. لكن يبدو ان جميع السياسات كتمشي في الاتجاه انها كتخدم فئه معينه. وهنا اللي بغيت نشير له عاود مهم، كنشوفوا امام هذا الوضع ديال الحقوقي اللي هو اممي. لان كنلاحظوا دابا حاليا كنراقبوا مجازر ضد الانسانيه في غزه وفي فلسطين. يعني جميع الحقوق الانسان المتعارف عليها في التاريخ الانساني هي كتدمر امام الاعين ديال الجميع وامام صمت الجميع. ونراقب في نفس الوقت عجز هذا القانون الانساني الدولي انه يعمل شي حاجه. فما بالك اننا حنا هنايا في التجربه ديالنا الحركيه كنا كنجريو نقلبوا على الدعم ديال المؤسسات الدوليه والدول بنفسها، يعني في الاتحاد الاوروبي، على اساس انها غادي تمارس الضغط. لان امام هذه التوصيفات بقينا ولا عندنا حل، خصنا كمناضلين ولا كنشطاء ولا كمجتمع تمارس عليه هذه الخروقات كله، خصو يفرز يعني وسائل للدفاع عن نفسه. كانت هذه القوانين الدوليه الحقوقيه واحد الباب انه يتوجه له الانسان من اجل يعني ربما يوقع ضغوطات حقوقيه من طرف منظمات دوليه ودول بنفسها انها تاخذ الملف ديال حقوق الانسان على محمل الجد. ولكن في الوضع الحقوقي العالمي اللي كنشوفوه بالتاكيد راه عنده تاثير امام الممارسات اللي كيمارسها مثلا المخزن ولا دول اخرى شبيهه بالمخزن. امام هذه البشاعه كيف يعقل يعني كتسنى انت ان المجتمع الدولي غياخذ يعني اجراءات تجاه يعني هذه الانظمه؟ يعني انا بغيت نشوف بان يعني هذا هو الوضع اللي جاني انا، انه ديليما، يعني واحد المقاربه يعني خايبه. احنا في واحد الوضع وضعنا به النظام المغربي سيء جدا، ووضع نفسه به بالاساس. يعني عوض ما يستجب بشكل حتى الوضع اللي كان عليه واحد الوقت، يعني المناضلين الحقوقيين تذكروا الرفاق، يعني الوقت ديال المنفيين. حتى في ذيك الوقت كان جات في واحد المرحله انه يجب يعني خلق انفراجه سياسيه، اطلاق المعتقلين السياسيين مدنيين عسكريين منفيين. يعني جاء في اطار يعني واحد المشروع انه غادي يتم تصحيح الوضع ويتم بناء دوله ديمقراطيه وحاله انتقاليه، مرحله انتقاليه باش نوصلوا. هذه راه دابا عندنا 30 عام 25 عام تقريبا. يعني دابا حتى ذوك المبررات وذاك الامل وذاك الشعور اللي ولا الاحساس سواء كان حقيقي ولا كاذب اللي كان كيدور في ديك الساعه دابا انتفى مع بعض الحركات اللي جات بعض الامل. التفاعل اللي تفاعل مع المخزن يعني زاد بنا. كنا كنقولوا الحراك هرس الجدار ديال الخوف، دابا نلاحظ بان عندنا جدار اكبر. وفي الوقت اللي هاد الامور كلها المخزن قلت لك عوض ما يسعى الى حل مؤسساتي معقول يعني يخدم المصلحه ديال الشعب كما كيعمل على المستوى الاقتصادي، كيعمل راه عندنا نموذج تنموي يعني للمستقبل. راه كرس نفس الاختيارات اللي وصلت المغرب لديك درجات الدنيا على جميع المستويات، راه نفس الاختيارات تم تكريسها. ودابا يعني جميع بما فيه يعني بناء ديك المسائل اللي كنشوفوها ربما جانب ايجابي، بعض الناس ولا هما كيسوقوا على ان ايجابيه، كلها كتصب في مصلحه ديال واحد الفئه كتحتكر كل شيء. باش نبقى في السؤال ديالك وما نطولش في نفس الوقت، انا كنشوف اخي سعيد بان هذا الوضع ديال الوضعيه ديال هاد الخائفين على مستوى اوروبا هو
ماشي نقطة منفصلة على الوضعية العامة ديال الحقوق ديال المغاربة كلهم، سواء اللي في الداخل أو لا في الخارج. ما كنظنش أنه يمكن حل وحدة على وحدة، وإلا غادي تكون حلول ترقيعية أو لا حلول غير ديمقراطية، يعني الطرق اللي كيسلكها المخزن دائما من خلال التعامل ماشي بطرق مؤسساتية، وإنما بطرق ملتوية. وشكرا. شكرا سي كريم. نرجع للأستاذ البكاري. قلتم بأن قبيلتي الوضعية في المغرب بحال ستاتيك، باركة لا تتحرك، بحال الخطاب اللي درناه العام اللي فات والعام اللي فات تقريبا هو نيت الوضعية على مستوى واقع حقوق الإنسان، أنه ما كاينش انفراج، ما كاينش تقدم، ما كاينش تطور، قدر ما أنه لا زال القمع مستمرا بطريقة بليدة، زعما كأنه على تدوينة. أحيانا الإنسان يعتقل ويحكم، أو لا على الكلام، أو لا على مقال إلى غير ذلك. هذا النوع ديال التضييق وهذا النوع ديال إلى ما تقول المتابعات وهذا القمع كيوازيه واحد أشياء اللي لا يمكن أن نغض عنها النظر ولا الطرف. مثلا بحال اللي قلت أستاذ خالد قبيلتي، الآن مثلا المخزن كنشوفو كيسمح المظاهرات الاستداء ديال آلاف الناس، وفلسطين آلاف الناس، ولكن عندما تخرج تدافع عن قوتك اليومي، أو على إطلاق سراح المعتقلين، أو على تنمية المنطقة محددة، أو غير ذلك، تواجه بالقمع. كيفاش ممكن تفسروا لنا هذه الظاهرة أولا؟ وثانيا حتى المخزن كيقول لك هو راه كيدير زعما كيدير نوع من التنميه، راه دار مشاريع ودار اتفاقيات مع الامارات تمول الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديديه. بمعنى كتقول انه واش المغرب يمشي شنو نقولوا بخطين متوازيان، اللي في راس الحمق في راس الحمق، هو خدام شغله وانت تحن ضرب راسك الحيط، ولا ما يضرب راسك الحيط وتحنك حتى هو معك. تفضل استاذ. شكرا سعيد. اول حاجه هو فاش كنتكلموا على الانفراج، انا مثلا قبل المسلسل ديال الانصاف والمصالحه كنت نقدر زعما نقبل كلمه انفراج، لانه كتقول انت ان واحد النظام قمعي، واحد النظام ديكتاتوري، واحد النظام هذا شويه الانفراج يتنفس فيه الانسان. ملي جينا المسلسل الانصاف والمصالحه قالوا لنا شعار حتى لا يتكرر هذا، بمعنى انه كان خص داك المسلسل يوصلنا لمرحله ما نبقاوش نهضروا على انفراجات، لان الانفراجات كتعني باللي انه عندك القمع وعندك انتهاكات ديال حقوق الانسان بشكل ممنهج، ولكن احيانا كتوقع نوع من الانفراجات، والاساس هو ان خص يكون العكس، خص يكون الوضعيه ديال حقوق الانسان سليمه، وان الا وقع شي انتهاك يمكن نعتبروه انتهاك عرضي ماشي انتهاك ممنهج. دابا حنايا ملي كنتكلموا انفراج بحال اللي كنتكلموا بحال داكشي اللي واقع في غزه، كاين عدوان، كاين القتل، خصنا نقلبوا على شي هدن انسانيه لمده 3 ايام 4 ايام ومن بعد نوصلوا للعدوان. هذا رقم واحد. رقم جوج، الان المخزن كيسمح بالاحتجاجات جونغ ديال الاساتذه وديال فلسطين. نبداو بالاساتذه. اول حاجه قبل شهر ما كاملش او لا كامل كانت هناك مسيره في الرباط وقمعات بدون اي احترام كرامه الانسان ولا كرامه الاستاذ اللي خص يكون عنده، الاستاذ والاستاذه طبعا اللي خص يكون عندهم وضع اعتباري. ماشي بزاف في طنجه مسؤول امني، او في طنجه وفي تطوان، المهم فيديو هو موجود، مسؤول امني كيخاطب الاعوان ديالو وكيقول له من الاساتذه ضرب مو. دونك الاحتجاجات الاساتذه، كاين اساتذه متابعين، كاين اللي تصدرت فيهم احكام ابتدائيه وكيتسناو الاستئناف، كاين اللي تصدرت فيهم احكام ديال الاستئناف وكيتسناو النقض، وكاين اللي متابعين في الطور الابتدائي. بمعنى انه القمع ديال الحراك الاحتجاجي التعليمي هو قائم. اللي وقع
هو انه الوتيره ديال الاحتجاج ارتفعت بعد اخراج ديال النسخه ديال النظام الاساسي، اللي خلات واحد القطاعات كبيره ديال الاساتذه وديال الفئات اللي ما كانتش كتحتج وما كانتش كتشارك حتى في الاضرابات، ولات كتشارك في الاضرابات، ولات كتخرج الاحتجاجات. وبالتالي وقع واحد التحول في هذه المعركه الاخيره ديال الاساتذه. هو ان قبل كانت المجتمع كان شويه على حياد امام الاحتجاجات ديال الاساتذه، وبعض الاحيان ما كانش كيتقبلها، كيقول لك حنا ولادنا كيضيعوا. وقع تحول حتى جمعيه الاباء في بعض المدن وحتى بعض الاسر ولات كتقول خصكم تعطيو الاساتذه الحقوق ديالهم. اذا بالتالي هذه المعطيات هذه خلت ان الدوله تراجع شي شويه او تسمح بالاحتجاجات. ولكن داخل هذه الاحتجاجات هذه كانت ما كانت كتقمع الاحتجاجات يعني في هذا الشهر الاخرين، ولكن في المقابل اقتطعت اللي يمكن وقيله من السبعينات ما شفناهاش. كاين الناس اللي تقطعت لها 4000 درهم، كاين الناس اللي تقطعت لها 3000 درهم، كاين عباد الله اللي بقات لها 500 درهم في البنطه ديالها الى اخره. بمعنى ان هذا الشكل ديال القمع ديال الاضراب والقمع ديال الاحتجاج. ما غنسلخكش في الزنقه، ولكن غادي نسلخك في جيبك. ثم ولات حتى بعض الصراعات داخل الهيئه التنفيذيه اللي هي الحكومه كيتم توظيفها في اطار التفاعل مع هذا الحراك الاحتجاجي. غادي نجيو كذلك شنو وقع اليوم في الاحتجاجات اللي كاينه مع فلسطين. خصنا نتذكروا انه بعد التوقيع ديال الاتفاق الثلاثي كانت كتمنع غير الوقفات، ماشي غير المسيرات، مسيرات ومنيعات، مسيرات وقميعات، مناضلات ومناضلين ضربوا حدا البرلمان المغربي لانهم ضد الاتفاقيه ديال التطبيع ولانهم تضامنوا مع الشعب الفلسطيني. باش ما تكونش الذاكره ديالنا ديال البعض القصير يقول لك لا المغرب ملي كتجي فلسطين كيتعامل بنوع من التسامح. لا سيدي، ضربوا الناس اللي خرجوا يهضروا على التطبيع، تحكموا الناس عند المحاكمه الاخيره ديال سعيد كيوب بسبب ديال التدوينات اللي كان كينتقد فيها التطبيع. اللي حصل هو جوج الامور. هو ان الاحتجاجات الان من اجل غزه العالم كامل كيشوفها، بالتالي صعيب انه يقمع، خصوصا انه الملك هو رئيس لجنه القدس الى اخره، وانه الخطاب الرسمي كيقولوا كندافعوا على حقوق الشعب الفلسطيني وان خص ايقاف العدوان الى اخره. كيفاش انت غتدعو ايقاف العدوان وانت كتسلخ عباد الله اللي غادي يظهروا؟ دونك كان هناك نوع من الحرج. ثم ما ننساوش واحد المساله، انه المغرب تورط في التطبيع، والنظام المغربي بدا كيستشعر بانه ما ربحش بزاف، انه التكلفه ديال التطبيع كانت خايبه عليه، بمعنى انه نزع لك المشروعيه الاخلاقيه ديالك. المساله الثانيه، المشكل الثاني هو داك الشيء اللي توعدوا به ما تعطاهمش، بمعنى انه في نهايه المطاف كان الاعتراف بمغربيه الصحراء، افتتاح قنصليه في الدخله، الامريكان ما فتحوا حتى شي قنصليه في الدخله. ديك الاعتراف الرئاسي او جمدوه عمليا، لانه الان شوفوا التصريحات ديال الخارجيه الامريكيه ولا التقارير ديالها ولا الكلمات ديال الممثله ديال امريكا في الامم المتحده فيما يخص النزاع حول الصحراء. شنو قالت نفس الخطاب اللي كان قبل الاعتراف الرئاسي ديال ترامب، بمعنى عمليا هو مجمد. ما كانش استثمارات كبيره، لان يعني الاستثمارات الان في المغرب هي الاستثمارات التقليديه اللي كتجي من الاتحاد الاوروبي او لا اللي كتجي من الخارج، هي باقا هي الاستثمارات الكبرى. ما كاينش استثمارات كبرى امريكيه وما كاينش استثمارات كبرى ديال الكيان الصهيوني ولا حتى شي حاجه من هذه الامور. حتى على مستوى التسلح، راه دابا بعض النوبات كيخرجوا لك كيقول لك بلي انه كاين واحد الاتفاق بين المغرب وبين اسرائيل ولا بين المغرب وبين الامريكان غادي يعطيوها السلاح، ولكن حنا كنعرفوا بانه في نهايه المطاف موافقه خصها تدوز في الكونغرس. هو كيعطيك الموافقه الاوليه، كيجي كيبلوكاها لك في الكونغرس، لدرجه انه مثلا غير العمليات الاخيره ديال الجيش المغربي ما يسمى بالمنطقه العازله بلي درون، هذوك الدرون ديال الصين وديال تركيا، ما ديال اسرائيل ما ديال الولايات المتحده الامريكيه، لان هادو ما عمرهم غادي يعطيوك سلاح متطور. راه ترامب براسو مشى
كانوا دايرين واحد الصداع كبير مع السعوديه، 300 مليار ديال السلاح. في نهايه المطاف جات الكونغرس ما وافقش عليه. فين هي هذيك 300 مليار؟ المغرب ما عنده لا باتريوت لا الاف 35 لا حتى حاجه. معنا في نهايه المطاف انت قدمتي تنازلات كبيره. فاذا النظام المغربي حتى هو ما غنقولوش انه غادي ينسحب من التطبيع، لانه عندك واحد الناس عاوتاني عندهم مناصب كبيره في وسط الدوله مصلحتهم. بعض الاحيان كتقول واش هادو كيمثلوا المغرب؟ كتقول انت غتجاوز هاد العقده النفسيه التطبيعيه، وسيدي نتجاوزوا حنا نقولوا المصلحه. يعني المطار كتلقاهم انهم كيخدموا المصلحه ديال المغرب ديال اسرائيل، المغرب المصلحه ديال الامارات على حساب المصلحه ديال المغرب. اذا فالنظام المغربي حتى هو كيبغي يبعث واحد الاشاره، فوالا انا عندي واحد الموجه شعبيه كبيره ضد التطبيع، وانا عندي الضغط الشعبي باش نلغي اتفاقيه ديال التطبيع وكذا. دونك خصكم تعطيوني في المقابل شي حاجه، لان هذا الشيء اللي عطيتوني لحد الان راه ما واكلش. اذا باش نوضعوا هذه الامور هذه كلها في السياق ديالها. بالمقابل كما قلتي بلي انه كاين الاحتجاجات الاجتماعيه في ظل هذا الشيء. عندنا احتجاجات من اجل السكن، الناس اللي في المساله ديال المدن بدون صفيح في هذا الشيء هذا كله. راه الاحتجاجات من اجل الحق في السكن تقمع بقوه وكتكون موراها متابعات قضائيه. ولحد الان نزيدك حاجه اخرى اللي ما كنتبهولاش مزيان وانتم عشتوها. دابا ولات الاحتجاجات ديال المغاربه اللي كاينه على برا كيجيبوا لها البلطاجيه. هي كيجيب لك البلطاجيه، بمعنى ما تحتاج هنا، ما تحتاج لهيه. في نهايه المطاف هذا التعامل ديال النظام مع الاحتجاج هو تعامل مزاجي كيخضع به اما لمصلحته، اما ملي كتكون الموجه اكبر منه كيضطر انه يدير التراجع وينتهز اول فرصه مناسبه باش يرجع اما بعض النوبات كاين احتجاجات اهدافها مشروعه، والناس اللي كيناضلوا بالفعل يحركهم مبدا النضال. بعض الاحتجاجات الفئويه او لا بعض الاحتجاجات الشعبيه، ولكن راه النظام بيده كيسمح بها لانه لانه كاين صراعات في شي قنت. هذاك ضرب هذا بغينا نطيرو خلي داك الاحتجاج يدوز. واش فهمتي ليش؟ راه بعض النوبات ملي كتلقى مثلا صحافه كتخرج كتكتب لك كتقول لك وفوالا وانتم ما حليتوش مشاكلكم وكتخليو الفتيت ولا كتخليو الحموشي في المواجهه مع المواطنين. دونك كيولي الداخليه وكتولي الامن راه مساكنها مجبرين. راه ولكن المشكل راه داروا اخنوش ولا داروا سميتو بن موسى ولا كذا. بغيت باش نختم بسرعه المساله ديال هذا الشيء اللي توقع مؤخرا في الامارات. واش كيعقلوا المغاربه على طنجي تك؟ فين هو المشروع ديال طنجي تك؟ فين هو؟ يعقلوا المغاربه على تلسيد اللي ولينا شيء. هاد الامور بحال هذه. ولكن هاد الاتفاقيات اللي توقعت مؤخرا مزيان. ما ننساوش واحد المجهه ياك فيها البور ديال الدخله. امتى كان لابيل دوف على البور ديال الدخله؟ داير 4 سنين ولا 5 سنين ما اهتم به حتى شي واحد. ما قدرتيش تقنع. وكل مره كانوا كيقولوا لنا، مره كيقول لك الصينيين غيشدوا، مره كيقول لك رواسا، مره كيقول لك فرانسيس، مره كيقول لك هذا، مره كيقول لك هذا. مزيان. نفس الامر مع التي جي في ديال قنيطره مراكش. مره كيقولوا استون ديال فرنسا، مره كيقولوا الصين، مره عرفتي هذه شي 5 سنين ولا 6 سنين قبل الكوفيد وما كيهضروا عليه. بمعنى درتي مشاريع كبيره وفي نهايه المطاف ما قدرتيش تجيب الصناديق الاستثماريه ولا كذا اللي غتمول لك هاد المشاريع. جيتي في وسط هاد الاجواء هذه كامله، مشيتي للامارات ووقعتي اتفاقيات مزيان ويسخر. حنا نشوفوا هذا الشيء هذا واش غادي يتنفذ، لانه بزاف ديال الاتفاقيات كبرى توقعت وما تنفذتش. وحنا اوكي غنكونوا موضوعيين. هذا الشيء هذا طريف في العالم كامل، لانه كاين واحد الازمه في العالم كامل. حتى في دول كبيره كاين مشاريع كبيره كتوقع وفي نهايه المطاف ما كيتنفذش من داك الشيء. لكن انا بالنسبه لي
شنو هو زعما التكلفه، وشنو هو العائد، وشنو هو دي، ونعطيو مثلا غير مشروع واحد ونسدو القوس. مشروع نور واحد ومشروع نور جوج ديال الطاقه الشمسيه اللي كاين في ورزازات. مزيان. فيه الشركه ديال سميتها، نسيتها، اللي تابعه للماده ديال الملك، وفيها شركاء اماراتيين الى اخره. هذا المشروع هذا مشروع كبير، ولكن انت باش تبيع لمن غتبيع ديك الطاقه الشمسيه ما لقيتيش لمن تبيعها، لان التكلفه ديالها اكثر من التكلفه ديال انك تستورد كاع الكهرباء من برا. وليتي في نهايه المطاف لمن كتبيعها؟ كتبيعها للمكتب الوطني للماء والكهرباء، كتبيعها للدوله. الدوله ولات كتشري بالخساره من عندك باش ديك المشروع ما يطيحش. هو مشروع ماشي الدوله، راه مشروع خاص في نهايه المطاف. وقس على ذلك. شكرا. قبل ما هضرت على التكلفه، لنفرض الاماراتيين مستعدين على حسب التوقيعات اللي وقعوا يمولوا مجموعه ديال المشاريع، شنو بالمقابل المغرب يمكن يعطي الامارات نظركم؟ لا هو شوف، هو انا ما نقدرش زعما ندخل في هذه لي ديتاي هذا، لانه المعلومه بعدا اصلا غايبه في هذا الموضوع. ولكن انا اللي كيهمني بزاف هو اوكي، انا مثلا اللي غيضربوا في الدخله مزيان، هذا مشروع كبير، مشروع هذا زعما مزيان. غير واش شحال الاماراتيين من سنه اللي غادي يستثمروا في ديك البوان؟ بمعنى انا كدوله شنو غادي نربح مقابل شنو غادي يربح الاماراتي؟ لانه الخوف هو انه يصبح بحال اللي انت عندك واحد المنطقه جغرافيه واجرتيها الاماراتيين وما غيكونش شي مدخول كبير. الا كان مدخول كبير على المغرب ما كاين مشكل، ولكن اجي نطرحوا تي جي في الحالي اللي خدام دابا، راه الستون فاش جات استثمرت فيه، راه القروض خداتهم من الابناك المغربيه. كياخذ لك هو خدا الابناك ياك، وخدا قروض من الابناك المغربيه، دار تي جي في لحد الان الدوله اللي كتخلص عليه بطريقه غير مباشره. حنا خاسرين فيه، حنا خاسرين في التي جي في. هذاك الشيء انا بالنسبه لي منظور التنميه اللي انا عندي هو منظور التنميه اللي كيخلق فرص الشغل، اللي هذا اولا. ثاني حاجه اللي كيخلي الفلوس لداخل المغرب، ما كيخرجوش على ما كيخرجش على برا، وكيتعاد الاستثمار ديالها داخل المغرب، ماشي يجي مثلا فيولا ولا امانديس ولا جو سي با ولا كذا يجي يربح الملاير وانت كتسلف له الفلوس من الابناك المغربيه وانت كتعطيه الارض رخيصه وكذا وهذا، وفي نهايه المطاف ديك الفلوس كيمشيو نقطه اخرى. والنقطه الثالثه هو واش انا كنستافد من توطين التكنولوجيات الحديثه، ولا انا غادي نبقى فقط واحد كيكري الارض ديالو كيعطيها باثمنه رخيصه لواحد مجموعه الناس باش يجيو يستافدوا من واحد العماله اللي هي رخيصه. راه هذا فين كاين المشكل. والمشكل الاخطر واللي غادي نختم به هو ملي كيولي حتى السياسه ديال الدوله الخارجيه كتبنى على المصلحه ديال واحد الشركات اللي هي كبيره، سواء ديال المدى، سواء ديال اكوا، سواء ديال هذا. بما فيه حتى ملي كانوا كيتكلموا على السياسه الافريقيه وغامقين علينا العمق الافريقي وكذا وهذا، لان افريقيا كانت من بين المناطق اللي فيها استثمارات، وفي اللي هذه شكون اللي مستثمر تما، وشوفوا شنو ربحنا حنايا من هاد الاستثمارات. وشوفوا هادوك اللي مستثمرين تما، هاد الاستثمارات شكون هما الشركاء ديالهم من الشركات الدوليه، بما فيهم حتى الشركات الكبرى الفرنسيه اللي كيجيو كيقولوا لنا راه فرنسا متضايقه منا حيت حنايا خدينا لها السوق. اش غتاخذ في السوق الافريقيه؟ لا شتي حاجه الاستثمارات اللي وضعها الاتحاد الاوروبي، واللي وضعها تركيا، واللي وضعها الصين، واللي وضعها من موقع عندك انت في افريقيا تبقاو تغنقوا على عباد. لكن يقال على انه كل شيء داك الشيء دار من اجل المشكل ديال الصحراء. ولكن نرجعوا لهذا الموضوع من بعد، نمشيو مباشره عند السي جواد. دابا يمكن توضح هذا الشيء اللي قالوا السي خالد فيما يخص هاد
قال لك حنا اللي كنخلصوا تي جي بي. واش كاين هذا الشيء؟ ولا بالاضافه للتكاليف هذا النوع ديال الاتفاقيات الدوليه؟ دابا كاين وزير الخارجيه اسبانيا حتى هو يتحدثون على هذا المشروع ديال تي جي بي، وانه ياخذ مجموعه المشاريع اللي كانت فرنسا مرشحه تاخذها، وكاين هذه المنافسه الاسبانيه الاماراتيه. ولكن في نفس الان طرح عليك واحد الموضوع الاخ جواد، وانك كونكم عضو ديال اللجنه ديال الحريه لعمر راديوس المرسوني وكافه معتقلي الراي بالمغرب، السؤال هو شنو الدور ولا كيف هل الدور ديال هذه اللجان المنظمات الحقوقيه الدوليه، التاثير ديالها على المغرب باش يتراجع شويه اللور، يلبي طلبات ديال المنظمات الحقوقيه الوطنيه والدوليه فيما يخص حريه التعبير وحريه الراي واطلاق سراح المعتقلين الى غير ذلك. بداو باش ما بغيتي، لكم الكلمه. غنبدا بهذا الشيء باش ساليتي. لا سير على الله. انا كنظن بانه التعبئه على المستوى العالمي من اجل التضامن مع المعتقلين السياسيين في المغرب مهم جدا. اولا مهم للمعتقلين، مهم انهم يعرفوا كاين مناضلين وكاين الناس اللي كيتفكروهم وكيديروا، كاينه تعبئات اللي كدار مجموعه من هذه وحده. مهم للعائلات، لانه راه واحد الصمود زعما اللي صامدينه العائلات دابا، ورغم التضييقات اللي كيتعرضوا لها ورغم الحاله اللي كيتعرضوا لها ابنائهم في السجون، راه مهم انهم يعرفوا بانه ناس اللي كاينين على برا وكيتضامنوا معاهم. وبطبيعه الحال مهم حتى المناضلات والمناضلين اللي كاينين في البلاد اللي هما راه في حق معتقلين سيغسي في الاخر. فاحنا الى شفتوا راه مجموعه الاعتقالات مشات زعما همات الناس اللي كانوا كيتضامنوا مع معتقلين اخرين. الحاله ديال نور الدين الهواج، الحاله ديال سعيده العالمي. يعني بعد فاش كنت في كازا كنقولوا شكون اللي غيجي من بعد، لانه كنا كنوقفوا كل مره كيشدوا واحد من هذوك اللي كانوا كيوقفوا في كازا في الوقفات الاحتجاجيه. دونك اساسي جدا، وشفتوا بانه يعني الشروط على الاقل في مجموعه ديال الدول كتسمح انه يكون تعبئات. دونك مهم وما خاصش نستهنوا بها، ومهم انه دونك كاين هذا الجزء مهم بزاف بالنسبه لي. المستوى الثاني هو الضغط، هو ان كيفاش نضغطوا على الحكومه المغربيه وعلى النظام المغربي انه ولا هاد التعبئات هذه بما فيها التعبئات ديال البرلمانيين الاوروبيين، مثلا القرار الاخير ديال البرلمان الاوروبي. كنظن هذا الشيء مهم. للاسف ان الوضع يعني السياق العالمي اللي واقع في العالم جعل ان هذا الشيء يعني كيبان بانه رغم هذا يعني رغم القرار ديال البرلمان الاوروبي، رغم المراسلات ولا الموقف ديال الاداره الامريكيه ولو ديبارتمون ديال الاخر، رغم هذا الشيء كامل كيبان بانه بحال ما كيضرش، ولا انه السياق العالمي في الاخر مع يعني لا هذا الشيء ديال الحرب، لا التنامي ديال الحكومات اليمين واليمين المتطرف. هذا الشيء كامل كنظن كيستافد منه النظام وكيخلي انه الضغط كيكون اقل. ما عرفت الى اي زعما امتى غيبقى زعما غيقدر يصمد في هذا الشيء، ولكن كنظن اللي مطروح لنا حنا هو ان على الاقل على المستوى الاول انه يتم المحافظه، وربما خصنا نزيدوا في التعبئات اللي كاينه في مجموعه البلايص في العالم. هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني، وفي حقيقه انا يعني بعد واحد الفكره اساسيه خاصنا نخرجوا، ما كاينش شي حاجه سميتها مصلحه المغرب. هاد الناس اللي كيحكموا المغرب اليوم ما كيخدموش مصلحه المغرب، ما كيخدموش مصلحه الشعب، كيخدموا المصلحه ديالهم المباشره. وكاين واحد تداخل كبير ما بين المصلحه، يعني كاين واحد العلاقه لو توجد ما بين الاستبداد وهذه المساله ديال الليبراليه الاقتصاديه. راه فاش قلت انا الخصاصه، راه هاد الناس اللي حاكمين البلاد اليوم فرحانين وكيديروا الخصاصه ماشي حيت هما مباشره كيستافدوا منها. راه فاش كنقولوا التحرير ديال القطاع
قطاع القطاع سميتو الطاقي في المغرب من 2009 وفرحانين كلشي كيجري. علاش؟ لان ناريفا ديال المدى هي اللي كتحكم في 90% ديال القطاع الريحي مثلا، لان الكونترا الاخر ديال ميدلز نور ميدلز شكون خدام دابا تما؟ خدام غرينو في افريكا اللي هي ديال الاخنوش مع بن جلون مع مصدر الطاقه شركه الطاقه الاماراتيه. دونك هما اللي مستافدين. الا خديتي نور وزازات غتلقى اكوا. دونك ما كاينش شي حاجه. هاد الناس اللي حاكمين، وكيف ما قلت انا هاد الشيء راه تعلموه من المستعمر، راه من شحال هادي قبل ما يخرج المستعمر، قبل ما يخرجوا الفرنسيس، فهمت؟ علموهم كيفاش يخونوا بغي تكون البلاد، وكيفاش يستافدوا هما نيت من هاد الوضع هذا، كيفاش حتى هما ياخذوا حصتهم من هاد الكعك هذا ديال الاستغلال ديال الموارد ديال البلاد. داير اغلب هاد المشاريع كدار بشراكه مع شركات الاغلبيه فيها فرنسيه ولا اماراتيه. دونك بما فيه هاد الهضره اللي كتقال على حكا ما عرفت شنو كاين خلافات ما بين فرنسا والاخر، راه ان جي وناريفا راه كيخدموا بشكل مشترك في القطاع ديال الطاقه الريحيه. دونك راه ما كاينش فرق. نعطي مثال اخر، ان بعدا هذا الشيء كامل راه كيدار بديون تي جي في ولا حتى النور ولا هاد المشاريع كلها كدار عبر قروض. وبطبيعه الحال راه الا غتمشي كاع هاد المشاريع غتجي تقلب شكون كيعطي القروض، غتلقى بان الجنسيه ديال شكون عطى القرض بزاف غتلقى الشركه جايه من نفس الدوله تقريبا. غتلقى الى تي جي في راه التمويل ديالو كان من لاجونس ديفلوبمون فرونسيس، دونك وكاله التنميه الفرنسيه. وغتلقى بان فرنسا عطات واحد لو دون زعما بحال الهديه ولا شي حاجه ديال ما كاملاش حتى 3% ديال القرض ديال ثمن المشروع. علاش؟ عطاتو المكتب الدراسات باش يقول بان هذا المشروع راه مزيان، في حين ان التي جي في مشروع زعما ما عنده حتى علاقه بالواقع اللي كنعيشوه في المغرب وما محتاجينش. ودابا اليوم راه كان وكيف قال خالد راه حنايا من الماليه العموميه كنضطروا اننا نعوضوا داك العجز اللي كينتج على داك على هذاك المشروع. لا ميم شوز في نور ورزازات وهذا تقرير رسمي ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، راه تقرير رسمي كاين كيهضر على 800 مليون ديال الدرهم كل عام حنايا يعني من الماليه العموميه كيتم يعني كنحطوا هاد الفلوس. علاش؟ لانه التكنولوجيا اللي تختارت، لانه التمويل ديال الديون كيخلي بان حنا اللي كنخلصوا هذوك الاختيارات اللي كيديروا. دونك هاد الناس اللي حاكمين هاد البلاد كيديروا واحد الاختيارات ديالهم باش يجمعوا هما الفلوس وكيحولوا الثمن ديال التكلفه ديال هذوك الخيارات كامله كيتم تحميلها للشعب، سواء عن طريق الزياده في الاسعار ديال هذه الخدمات والا عبر المساله ديال الديون، ودونك عبر الضرائب. دونك هذه المساله مهمه. نختم غير بالمساله ديال الديون. كنتم تعرفوا بانه اليوم المديونيه ديال المغرب راه الاغلبيه ديالها داخليه، وهذه المساله كانت بدات مع حكومه التناوب. كانت ديك الساعه كيديروها كشعار بانهم نجحوا انهم يحولوا المديونيه ولا راه نقصوا المديونيه. هي في الحقيقه اش وقع؟ كان نقصنا من المديونيه الخارجيه ولكن زدنا بزاف في المديونيه الداخليه. راه مجموع المديونيه دابا اليوم راه واصل في 96%، على اساس 3/4 ديال وصلنا تقريبا ولا 71% ديال الديون الداخليه. ملي كنقولنا الديون الداخليه راه هادو الناس اللي حاكمين نيت البلاد، سواء في لي زاسيورونس سواء في الابناك اللي هي راه لو سيكتور بونكير في المغرب راه 3/4 ديالو تحت الكونترول ديال التجاري وفاء بنك. دونك هاد الناس هادو هما نيت كيستافدوا من مساله المديونيه. دونك جمعوا الفلوس من النهب ديال المغرب للسنوات، وهذوك الفلوس اللي داو لينا كيعاودوا يسلفوهم لينا، وكل عام كنخلصوا الكريديات كمواطنين. دونك خاصنا بحق ما نبقاوش نهضروا فاش كنقولوا واش غنجيبوا الاستثمارات
واش الا جابوا لنا الاستثمارات راه مزيان؟ لا، راه ما مزيانش، لانه ملي كيكون الاستبداد بالقرار السياسي وشنو هما المشاريع اللي غنديروا كيف ما واقع اليوم في المغرب، وشنو هما، لانه نور شكون كيقرر في نور؟ راه كاينه لاجونس مازين اللي كيحددها الباكوري محطوط تما نهار بعد حيدوا الباكوري قالوا لنا حكا راه دار شي مشاكل تما، عمر عطاونا شي تقرير على داكشي اللي وقع. واش كنتحكموا؟ واش البرلمان كاع براسو عارف اش وقع في نور؟ ما كاينش هذا الشيء. دونك خاص زعما مهم دونك فاش كنمشيو عند القطريين وكنسميو معاهم اشنو كيستافدوا الاماراتيين ولا القطريين؟ السي سعيد كيستافدوا من هذوك المشاريع مصلحتنا، راه مصلحتهم هما كيحطوا الفلوس، حتى كتعطاهم ضمانات بان الربح ديالهم غيجي. راه كاع المشاريع بحال دابا ديال الطاقه راه لوينو ومازين كيتونجاجاو بانهم يشريو الضوء 25 عام سواء استعملناه ولا ما استعملناش بواحد الثمن محدد. يعني هما الفلوس ديالهم مضمونه. اول واحد هما الابناك، ثاني واحد هما المستثمرين المباشرين، سواء اكوا باور في نور ورزازات اللي هي شركه سعوديه، سواء هذا سواء ناريبا، هذوك كلهم راه فلوسهم مضمونه. وهذه المساله كتبان لي مهمه. نسالي بواحد النقطه اخيره، القضيه ديال اسرائيل، وما ما نقدروا نسميه واحد التطبيع اخضر بعدا، لانه خالد كنتحدث على الشركات الاسرائيليه. خصنا نعرفوا بانه كاين شركات اسرائيليه اللي تم التعاقد معها بدعوى انها عندها غتعاوننا في الانتقال الطاقي، الا بغيت تقول الانتقال الاخضر. كاين على الاقل واحد جوج شركات انتل ونيوميد اللي تم ولا ميم شوز كيقلبوا على شركاء في المغرب. وفي الغالب هاد الشركاء راه خصهم يكونوا نافذين في السلطه، خصهم تفهموا بانه لي ملتي ناسيونال في العالم فاهمين ملي كيجيو للمغرب، ملي كتجي ان جي ولا كتجي او دي اف، كتعرف بان الا بغات تحل ليها البيبان خاصها تلقى شي شريك اللي هو قريب من مراكز القرار. هادشي راه حتى هما فهموه وكيتعاونوا. كاين شي كيغلب على شي واحد اللي هو قريب من مركز القرار كيعرف بان يتحلوا ليه كاع البيبان. دونك راه كاين ما يسمى بالتطبيع الاخضر، يعني بدعوى الاستثمار وتشجيع الانتقال الاخضر. راه وبما ان اسرائيل زعما عندها التكنولوجيا، حنا راه غنسمعوا وراه كتهم واحد 5 ولا 6 ديال البلدان وعلى راسها المغرب. وتحيه. شكرا السي جواد على هذه التوضيحات وعلى هذا التدقيق. مجموعه ديال المواضيع اللي مهمه اللي كتوضح الراي العام ولا المتابعين مدى عمق المشكل ديال الازمه الاقتصاديه اللي كتاثر على الوضع الحقوقي بطبيعه الحال، وان من يستفيد من هذه المشاريع الا اصحابها والذين يوقعون معهم من كبار تجار ولا كبار الرأسماليين في المغرب. نمشي مباشرة السي كريم، يمكن نطرح لك نفس السؤال ولكن بطريقة أخرى. أخي كريم، أنتم بيدكم عايشين في أوروبا وكنقولوا ماشي كتحرق الصباط، حرقتي الرويض الطوموبيل ديالك، طلعتي شرقا وجنوبا، جبتي كل أوروبا من أجل الدفاع عن إخواننا المعتقلين وعلى هم في تنمية المنطقة ديالهم وتلبية مجموعة ديال المطالب اللي كنهزوها الناس الحراك. ولكن كما يبدو أن هاد اللجان وهاد المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها أمنيستي وغيرها من المنظمات الحقوقية الكبرى ما استطاع، حتى البرلمان الأوروبي ما استطاعش يأثر على المغرب، وكيقول لكم ضربوا راسكم الحيط واللي انا ندير اللي بغيت. بمعنى انه حتى ذاك الشيء ديال المطالبه بالبرلمان الاوروبي باعاده محاكمه على الاقل الصحفيين، اعاده محاكمه وتوفير لهم شروط محاكمه عادله، وذاك الشيء ديال ناصر الزفي اللي كان ترشح وكان بين الثلاثه اللي بقاو باش ياخذوا جائزه سخروف ومن بعد مشاو طحنوها باعتراف الوزير السابق حداد، حداد نسيت السميه ديالو، الحسن حداد، بانه وقفوا مجموعه ديال القرارات التي كانت ستدير المغرب فيما يخص مجالات متعدده. بمعنى كنقول انه بحكم
بحكمكم كناشط شنو ممكن مادام النظام ما كيسمعش لهذه المنظمات الحقوقية، ما كيسمعش النضالات، ما كيسمعش الأصوات الحرة، الأصوات اللي الرزينة، الأصوات التي تريد أن تجد حلولا للمشاكل القائمة والذهاب بهذا الوطن نحو أفق منشود وأفق ليوفر الحرية والعدالة والشغل والكرامة لكل أبنائه وبناته. شنو ممكن يبقى يدار وما درناش؟ هذا هو اللي قصدت. اوكي، شكرا مرة أخرى. هذا هو اللي قصدت فيه أخي سعيد في الأول في البداية، حين قلت أن كاين ارتباط ما بين وضعية حقوق الإنسان على المستوى الأممي، يعني الدرجة ديال التأثير، يعني هذه المعاهدة الإنسانية والحقوقية، والأهمية ديالها في الأجندات ديال الدول، في التفاعل ديالها والتعامل ديالها مع الدول الأخرى. راقبنا بأن المسائل هي عبارة عن مصالح وبس، يعني ماشي قضيه ديال حقوق الانسان. وحنا اليوم بالمناسبه راه كنحتفلوا بالذكرى 75 على هذا الاعلان، اللي هي نفس الذكرى ديال النكبه اللي تمارست فيه جميع انواع ديال الانتهاكات الحقوقيه في حق الشعب الفلسطيني، يعني تناسبوا حتى من الناحيه الزمنيه. وهنا في الغرب نفسه، في الوقت اللي كانوا كينظروا للتنوير والمساواة والإخاء، كان الاستعمار والإبادات الجماعية في إفريقيا ودول أخرى على أشدها. إذا هذه المسألة ديال النفاق ديال الغرب والشرق والجنوب في المسائل الحقوقية واضحة، ولكن هذا لا يعني أن ما عندهاش الأهمية ديال ان الانسان يواصل الدفاع ديالو ويواصل يدق. كما ذكر الاستاذ جواد قبل ان هذه التحركات على مستوى الغرب، مستوى المؤسسات او الدول، على الاقل من اجل منافسه الروايات المغلوطه اللي كيقدمها المخزن، سواء المؤسسات الحقوقيه الدوليه او لا البرلمان الاوروبي مثلا، او المؤسسات الامميه الاخرى. يعني على الأقل هنا كيتطرح أمام هذا التشخيص السوداوي للوضع، سواء على المستوى الداخل أو الخارج، كيتطرح السؤال: ما العمل؟ يعني ما هي القوة اللي ممكن توقف هذا التغول اللي كيمارسوا المخزن بهذه الطريقة البشعة؟ حتى التحالفات اللي كنهضروا عليها ولا الاستثمارات كلها تحالفات انتهازية من أجل مصالح يعني فئات صغيرة جدا، وكتطعن في الصميم الأمن الروحي والمادي ديال المغاربة، سواء تطبيع مع إسرائيل ولا مع دابا الاستثمارات. على ذكر التي جي في، أنا كنعتبر بأن ذاك التي جي في دابا هو اللي تعطينا، غادي يكون مؤشر على ذلك بصح واش كاين بصح علاقات متدهوره ما بين فرنسا والمغرب. انا كنظن في نهايه المطاف غادي تستمر فرنسا في المشروع ديالها، وغادي تستمر في النفوذ ديالها كما العاده، لان قلنا هاد التحالفات كلها ماشيه في الاتجاه ديال تامر على الشعب لاجل فئه معينه. على مستوى خي سعيد، حنا راقبنا اشياء كثيره ما ربما أبشع مما سجلته التقارير الرسمية. لاحظنا ذكر الأستاذ البكاري إحضار البلطجية، إحضار العملاء، منهم عملاء اللي دابا حصلوا شي في هولندا شي في ألمانيا حصلوا بشكل رسمي، يعني صدرت فيهم مذكرة توقيف، بالإضافة إلى الفضيحة الأكبر اللي باقى فعالة وماشية بالنسبة لحنايا. كما قلت، امام هذه الاوضاع كلها وهذه يعني الرغبه المخزنيه في الاستمرار على نفس النهج، يعني يجب ان تكون عندنا رده فعل. انا شخصيا من بدايه الحراك والتجربه ديال دعم الحراك كنت كنشتغل مع الرفاق ديالي ومع الاخوان ديالي. عندي حاجه واحده، هو تجميع هذه الجهود المشتته اللي كل واحد راه ليه. حنايا ماشي حتى بزاف باش نتفارقوا، يعني هذه القوى اللي مازالت حيه، لجان، جمعيات، اطارات اللي هي ديمقراطيه ومناضله وعندها اهداف مشتركه من اجل يعني المصالح العامه، اننا نتشكلوا ونتكتفوا ونجمعوا الجهود ديالنا
ونتأسسوا على اسس رسميه، على اسس مؤسساتيه، باش نقدروا نأثروا في المؤسسات. هنايا عندنا مهمه مزدوجه، ليس فقط ممارسه الضغط على المخزن من اجل التفاعل كذا، وانما ممارسه الضغط على نفس الدول اللي كنعيشوا فيها حنا، باعتبارنا حنا مواطنين هنا في هذه البلاد هذه. واخا كنهتموا بالاوضاع عندنا اللي حنا مواطنين هنا، ربما هذا يعطينا لنا واحد الميزه اننا نحرجوا على الاقل، نحاولوا نمارسوا من خلال المؤسسات اللي كندعيو لها حنا، من خلال الائتلاف الريفي اوروبا. الرساله ديالنا والدعوه ديالنا مفتوحه، وكنطلبوا من جميع هاد الفعاليات اللي هنا على مستوى اوروبا اننا نتكتلوا تكتلات في اشكال، يعني كاين اشكال تنظيميه، اننا ننظموا انفسنا مؤسساتيا من اجل يعني نزيدوا نمارسوا شويه ديال الضغط على المخزن، مع الاخذ بعين الاعتبار بان المخزن في هذا الشيء كامل راه ما ساكتش، راه خدام، سواء من خلال الجمعيات ديالو التقليديه، من خلال المساجد، من خلال القنصليات، من خلال مجموعه جمعيات مختلقه اختلقها هو. وحنا قلت لك شفنا اشياء بشعه جدا، بما فيها حرق العالم، انهم هما اللي وقفوا عليه شخصيا، مؤسسات ديالهم، بما فيها قلنا انهم هذوك الناس اللي كانوا كيطالبوا بالتصعيد وباعلان يعني اشياء اللي خارجه بتاتا على الاجنده الحراكيه في حينها، ولا على الاجنده ديال النضال الديمقراطي، اننا دخلنا في السب والقذف وفي في اشياء بشعه. هذيك انا اؤكد من داخل يعني هذا الحراك، ولا من داخل هذه الحركه، بانها ما كانتش فرز طبيعي ديال هذا المجتمع ديالنا، سواء دياسبورا الريفيه او لا المغربيه بشكل عام، وانما كانت مظاهر سيئه فعلا وبشعه فعلا، ولكنها كانت موجهه من اطراف معلومه. وقلنا بان الان ما بقاتش غير كنهضروا راه قيل وقيل، وانما الان عندنا ما يدعم هذا الشيء هذا بتقارير رسميه. انا كندعو من هذا المنبر مره اخرى اللي كيشوفونا كاملين وعندهم هذا الهم هذا، بان ما عندناش حل. هنايا كاين نفاق في اوروبا، ولكن هذا ما كيعنيش اننا ما نحاولوش. هذاك سميتو داك القرار ديال الاخير ديال البرلمان الاوروبي كان شي حاجه مزيانه، ولكن على مستوى البرلمان، لان مباشره بعدها في المفوضيه الاوروبيه المواقف بشكل اخر. بالنسبه لنا على مستوى المانيا، يعني ما قدرناش نخترقوا، لان المصالح انها لصيقه فعلا مع المخزن. وانا كنعتقد في الحوار ديالي مع واحد السياسي هدايا واحد الفتره، وذكرت له هذيك القضيه ديال ان عندنا معتقلين سياسيين، ولكن رسميا راه كيتعطى لهم كيتعطى لهم تهم اخرى، اما اغتصاب ولا اي حاجه اخرى. المهم ماشي هذيك المساله اللي متابعينها. ضحكت قالت لي راه هادو هما اللي كيوصيوهم باش في الاخر هي المساله، يعني كيوصيوهم كيقول لهم ما تبقاوش تشدوهم هكا على حريه التعبير، لان ديك الساعه كتحرجونا اكثر، عطيونا غير شي مبرر نتخبعوا مورا وديروا اللي بغيتوا. كما كتوقع دابا مثلا الجيش الصهيوني يقصف مثلا المستشفى ويقول لك راه حماس عندهم لتحت، ولا يقول لك راه هما الصاروخ ديالهم رجع. المهم سيب شي سرديه روايه وغادي تكلفوا هما بالتصريف ديالها، سواء في الاعلام ديالهم ولا من خلال السيانيم ديالهم داخل هذه المؤسسات، باش يكون عندنا تاثير حنايا اخي سعيد. سواء في هذه التجربه كلها لاحظنا كاملين بينا، سواء على مستوى الداخل ولا الخارج، بما فيها التنسيقيه ديال الاساتذه كتعطينا حتى هي واحد النوع ديال واحد المؤشر اخر، ان فوقاش يقدر يتفاعل معنا المخزن ولا النظام المخزني، انه يقدر يتفاعل، ان ملي كيكون المد الشعبي الجماهيري قوي جدا. وندخلوا حنا على مستوى اوروبا عندنا وسائل ضغط، بالاضافه الى التفاعل مع هذه المؤسسات الدوليه وتقديم تقارير صحيحه، ماشي نقولوا تقارير معاكسه، نقدموا تقارير صحيحه عوض التقارير المغلوطه اللي كيقدمها النظام، سواء في جنيف ولا في الاتحاد الاوروبي ولا في مكان. اذا وصلنا حنايا نبنيو راسنا على هذه الاسس هادو، ربما نقدروا نديروا شي تاثير، سواء على هذه الدول هنايا والمؤسسات ديالها، او لا على النظام المخزني.
والا غادي نتلاقاو هنا السنوات المقبله وغادي نبقاو في التوصيف والتشخيص للوضع. يعني اصبح واضح المخزن مصر على المرور على المستوى الداخل في يعني الاجهاز على الجميع المكتسبات، بما فيها انه التمييع ديال الطرق ديال التاطير ديال المجتمع ونشر التفاهه. ويعني كاين هجمه شرسه وكتنبئ بمستقبل افظع بكثير مما هو عليه الان. يعني حتى ادوات ولا وسائل التاطير ديال المجتمع من اجل الانتقال على هذا الاساس اللي كنهضروا عليه اننا نريد التغيير والانتقال الى وضع افضل. هذا الوضع هذا الافضل راه كيفترض مجموعه من المعطيات اللي خصها تكون دابا او على الاقل عندنا المؤشرات ديالها، بما فيها قلت لك امام يعني الصمم اللي اصاب المخزن، او لانه كيشوف غير مستعد انه يتنازل على الامتيازات ديالو باي شكل من الاشكال في غياب اي قوه رادعه ممكن توقف وجهه، سواء على مستوى الضغوطات الدوليه باعتبار انه صادق على المعاهدات الدوليه وانها غادي تتيح لهذه الدول تمارس عليه الضغط، ولا المؤسسات المدنيه اللي غادي يفرضها المجتمع المدني ديالنا نفسنا كمواطنين سواء لهيه او لا. في غياب هاد الشروط هادو ما كنشوفش بانه ممكن نمشيو لقدام. لهذا انا كندعو خوتي وكاملين سواء هنا ولا لهيه انه ممكن نديروا اشياء كثيره ونفعلوا ادوات الضغط مختلفه، بما في على مستوى هنا اوروبا المقاطعه المقاطعه ديال الانشطه ديالهم ديال المساجد والجمعيات ديالهم، واحداث احداث مؤسسات بديله اللي غادي نقدروا ناثروا فيه انفسنا بانفسنا. ما غنستناوش حنا حتى يصيفط لي المخزن، خصوصا حنا كنشوفوا الاغراض ديالو انه يصيفط لي الائمه ويأثر للمجتمع، واللي كيكون تاطير او لا توعيه مضاده اللي هي انها كتزيد تكرس القيم المخزنيه وكتزيد تسفه وتطيح من القيمه ديال هذه القيم اللي كنهضروا عليها حنايا، اللي هي قيم الحريه والديمقراطيه والمساواه اللي خصها تكون ما بين جميع المواطنين. اذا باش ما نطولش عليكم الاخوان، اللي حنا مطروح علينا هنايا على مستوى وكنخدموا عليه على مستوى ائتلاف ريفي اوروبا، وانت ادرى بذلك الرفيق سعيد، اننا في اطار يعني الانشطه ديالنا ولا في الاطار المواعيد ديالنا المقبله اننا دائما كنركزوا على فتح هذا النقاش يكون عام ويشارك فيه جميع القوى الحيه الديمقراطيه على مستوى اوروبا، اننا نقدروا نفرزوا شي حاجه نسميها شي حاجه اللي غادي نقدروا عبرها نمارسوا الضغط على المخزن. وشكرا. آخر رسالة ديالو اليوم عالمي الحقوق الإنسانية في نهار 10 قال كيعتبر هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو واحد إلا بغيت تقول واحد الميثاق اللي كيجمع الإنسانية بشكل عام، هو بمثابة واحد، قال حرفيا بمثابة خارطة طريق تهدي إلى السبيل لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع. وأكد أيضا وزاد قال العالم يكاد يظل الطريق
إلى تحقيق هذه الغاية فالنزاعات تستعر أو تتزايد، والفقر والجوع يتزايدان، وأوجه التفاوت تزداد عمقا، وأزمة المناخ تشكل أزمة حقوق الإنسان تلحق أشد أضرارها بأضعف فئات البشر، والحكم السلطوي في صعود، والفضاء المدني يتقلص، ووسائل الإعلام تتعرض للهجوم من كل ناحية. لوقت كنجبروا الأمين العام كيقول هذا الكلام، ولوقت كنجبروا الأمين العام للأمم المتحدة كيدعوا إلى وقف النار، وحتى واحد ما كيدير فيه، كتهجم عليه إسرائيل بهذه البشاعة، بحال أنه إسرائيل هي الأمم المتحدة، والصراحة هي لأن إسرائيل وأمريكا هي الأمم المتحدة. فين ماشي هذا العالم الرفيق خالد؟ واش نتوما متفائلين في هذا الوضع، في هذه التراجعات وفي هذه الانتكاسات اللي كتعيشها وضعية حقوق الإنسان لا في بلادنا ولا في كل الدنيا؟ لكم الكلمة، حاولوا نعطيكم خمسة دقائق الواحد ونختم هذه الجلسة اليوم باش كل واحد يمشي يرتاح شوية. شكرا. انا غنتكلم في اقل من 5 دقائق. واش متفائل؟ ديما متفائل وغادي نبقى دائما متفائل، وكنظن انه ماشي هذه اول انتكاسه كيعرفها العالم عرف مجازر، عرف حروب، عرف ديكتاتوريات فظيعه، مره كيتقدم، مره العالم كيتراجع، مره مناطق كتقدم، مره مناطق كتراجع. الصيروره هي هذه. كما اعتقد بانه ديما خصنا نحافظوا على على التفاؤل. ولكن النقطه اللي بغيت انا نختم بها اللي هي مهمه، هو انه هذا الشيء اللي وقع اليوم في فلسطين اللي هو مؤلم جدا، واللي كيكشف، ماشي كيكشف، هو غير فقط كيأكد النفاق ديال الدول الكبرى في التعاطي ديالها مع مسألة حقوق الإنسان، في التعاطي ديالها مع جرائم ضد الإنسانية، وفي التعاطي ديالها مع جرائم الإبادة. ولكن في المقابل خصنا ننتبهوا لواحد الخطاب عاوتاني اللي بدا يتنامى، واللي في اعتقادي ليس في صالحنا، هو أنه ما نبقاوش نفرقوا بين الدول الكبرى وبين الإعلانات والمواثيق الدولية ديال حقوق الإنسان. لأن اليوم ولا واحد الخطاب ديال معنا ما نديروا بهذه المواثيق الدولية ديال حقوق الإنسان مادام أننا حنا كنشوفوا أنها لا تمنع شيئا. الذي يعيق تقدم ديال حقوق الإنسان ماشي هي المواثيق الدولية، الذي يعيق أو لا اللي هذا الشيء اللي كيرتكب في فلسطين واللي ترتكب في مناطق اخرى في العالم ماشي سببه المواثيق الدوليه، العكس، سببه هو خرق المواثيق الدوليه، سببه هو ما عندناش اليات في العالم لتطبيق ما هو موجود في الاتفاقيه الدوليه. لان اليوم كيفاش بغينا الا بغينا نحاكموا اسرائيل، ماشي ما كنتكلمش على محكمه الجنايات الدوليه لان هذا امر بعيد. محكمه الجنايات الدوليه ما عمرها حكمت شي واحد، ديما كتحاكم شي واحد، كاع اللي دازوا في محكمه الجنايات الدوليه هم المهزومين. اذا بغينا كيفاش غادي ننتقدوا اسرائيل، كيفاش غننتقدوا الامريكان، باش غادي ننتقدوا؟ راه في نهايه المطاف ما عندنا حتى شي وثيقه اللي ممكن ننتقدوها الا هذه المواثيق الدوليه لحقوق الانسان. ملي كنبغيو نكشفوا النفاق ديال الغرب، ملي كنبغيو نكشفوا الجرائم ديال اسرائيل، كنتكلموا على الحق في الحياه، كنتكلموا على الجرائم ضد الانسانيه، كنتكلموا على جرائم الحروب، كنتكلموا على الاباده الجماعيه، كنتكلموا على اخلاق الحرب، كنتكلموا هادشي فين كاين؟ راه ما كاين حتى شي وثيقه من غير هاد المواثيق الكونيه لحقوق الانسان. اذا حينما ننتقد الغرب، حينما ننتقد الكيل بمكيال، حينما ننتقد المجازر التي تقوم بها اسرائيل، فان المرجع ماشي غير المرجع القانوني وماشي غير المرجع الحقوقي، ولكن كذلك المرجع الايثيقي، المرجع الاخلاقي، المرجع القيمي اللي عندنا باش نواجهوا به العالم، هو هاد المواثيق الدوليه لحقوق الانسان في كليتها وفي شموليتها. شكرا. شكرا خالد على الاختصار وعلى هذا التوضيح. هذه الكلمة الأخيرة يا جواد، نعطيك كلمة تعبر عليها على ضوء هذا الشيء، النقاش اللي درنا اليوم بهذا الهدوء وبهذا المسؤولية. واش ممكن شي حاجة نسيناها بغيتي تضيفها، ولا شي حاجة بغيتي تقولها؟ تفضل، لكم 5 دقائق.
شكرا. حقا انا غنحاول نكون زعما نوجز ونكون في اقل 5 دقائق. اللي كتبان لي كجواب على السؤال ديالك، دوا خالد على يعني بين الحوايج اللي بحقها كتدعي للتشاؤم واللي بحقها كتمرض في هذا العالم. كاينه المجازر والهمجيه اللي كاينه في فلسطين، ولكن كاينه حتى الهمجيه الاخرى وزعما الكارثه البيئيه اللي هي كنعيشوها، وعجز حقيقه الناس اللي حاكمين هذا العالم انهم يجاوبوا بالشكل المناسب لكاع التقارير اللي كتخرج وكتقول راه الكارثه عندنا اقل من 10 سنوات. لا بغينا نخرجوا، وخاصه ان في حق الكارثه يعني ما يسمى بالتغيرات المناخيه، الاشكالات ديالها والظلم البيئي ديالها كنعيشوه ديجا اليوم. يعني حنا مثلا في المغرب راه هذا تواتر سنوات الجفاف والمشكل المائي اللي عندنا راه مرتبط حتى بهذا الظلم المناخي اللي هو مرتبط بالتغيرات المناخيه. دونك من بين الحوايج اللي فريمون كيدعيو للتشاؤم هو انه هاد الناس اللي حاكمين هذا العالم، وحتى لو فات انه يدار الكوب 28 في دوله زعما كالامارات اللي هي ثاني اكثر دوله ملوثه بالنظر لعدد السكان في العالم، وتعطى الرئاسه ديالها الرئيس ديال شركه بتروليه. بان داير اليوم خرجوا بواحد الاتفاق سموه تاريخي اللي هو في الاخر بقاو مصارعين غير واش يخرجوا ولا ما يخرجوش من الطاقات الاحفوريه، غير باش يقولوا بقاو وسالوا لو الاتفاق بالابتعاد، فقط الابتعاد على الطاقات الاحفوريه. دونك حق هادشي كيدعي للتشاؤم لانه بما فيه التقييم ديال هذاك الشيء ديال الالتزامات ديال الحد من الغازات الدافئه. الالتزامات اللي كاينه دابا ما كتوصلش، يعني التقارير العلميه كتقول راه خصنا نوقفوا عند 1.5 درجه، سينو غندخلوا في واحد النقطه لا عوده والكوارث غتكون اكبر بكثير مما نشاهدوا اليوم، يعني من فيضانات وتحولات مناخيه. هاد الالتزامات اللي كاينه اللي هي ماشي الزاميه واللي في الغالب ما غيتمش الاحترام ديالها ولحد الان ما عمر تم الاحترام ديالها، غتوصل لنا ل 2.2 درجه. دونك ومالغري هذا الشيء كامل كيبان بانه هاد لي كوب كيتعاودوا، ولكن الناس اللي حاكمين هذا العالم والمنطق ديال النظام الرأسمالي، منطق يعني التوزيع والانتاج والاستهلاك اللي مفروض على العالم واللي هو في مصلحه عاوتاني واحد الاقليه في العالم، واحد الاقليه كيف دوينا على الحالات المغرب، كي يعني غادي في العالم كامل الهاويه. وكنظن هذا واحد الشكل اخر ديال الهمجيه اللي مطروح على الاجيال دابا انها تجي. دونك هذا التشاؤم العقل، وكنظن هذا اشكال اخر كبير مهم اننا ندويو عليه. ماتنو كاين كيف ما يعني كاين تفاؤل الاراده اللي هو مهم. حنا كمناضلين مهم اننا نكونوا العكس اللي كيجعلنا كاين تفاؤل. وبالنسبه لي اللي يمكن يغير هذا الوضع هذا هو التعبئه ديال من هم في الاسفل، هما اللي يمكن يغيروا. وهذه الكوارث وهذه الهمجيه اللي كنعيشوها اليوم سواء في المستوى البيئي والتنبؤات والاشكالات اللي كيعيشوها الناس، ولا هذه الهمجيه اللي كيشوفوها الناس من ناحيه الحروب واللي عندها خلفيه حتى عنصريه، كيف كيتعامل الغرب مع التقتيل ديال الناس لان كاينه اسلاموفوبيا، لان كاين واحد هذه الهمجيه كامله يمكن لها الدفع ويمكن لها تعطينا واحد التعبئات. ما يمكن لها اوتوكا تغير الا بواحد التعبئات كبيره على مستوى ديال المتضررين، يعني هما اللي يمكن لهم يحرروا نفوسهم ويحررونا معهم. وحنا بطبيعه الحال كمناضلين كنبقاو متفائلين، وممكن انها تكون فرصه باش يتم تغيير، يعني ليس فقط يعني نتفاداو هاد الكوارث والنهايه الكارثيه واللي كتبان مخيفه، ولكن
نحلوا حتى المشاكل الاجتماعيه ومشاكل ديال التفاوتات الطبقيه اللي هي في حقها هي الاساس ديال مجموعه المشاكل، والمساله ديال النظام العيش بشكل جماعي، والنظام اللي مفروض على العالم اللي هو النظام الراسمالي اللي الموتور ديالو الاساسي اللي هو البحث عن المزيد من الربح. وتحيه لكم. شكرا جزيلا الأخ جواد مستقبل. لك الكلمة أخي كريم، ما أطرح عليك السؤال، قل لي بغيتي. سعد كما بغيتي. شكرا مرة أخرى، مرة ثالثة. ما غاديش نمشي بعيد على الأساتذة ديالي. أنا بغيت غير نذكر بهذه القضية أن هذا الوضع العالمي الدولي غادي يدخلنا في نقاش آخر اللي هو بحقيقة جاري وماشي ديجا، اللي هو أنه يجب تغيير سميتو المنظومة ديال النظام الدولي ديال الأمم المتحدة بشكل عام، لأن كل شيء مبني على أساس أنه ينتجنا هذه الأوضاع اللي كنهضروا عليها، هذا سوء التوزيع ديال الثروات، غياب التنمية في دول الجنوب اللي كتفرز بدورها يعني مشاكل أخرى وكتنتج عليها الهجرة والتهجير والتهميش، اللي كينتج عليها هنا على مستوى أوروبا تمدد ديال اليمين وأبشع حاجة كنراقبوها دابا هو السيطرات ديال اللوبي الصهيوني في جميع الدول الغربية، اللي كتخلي حتى هذه الآليات ديال القانون الدولي الإنساني ولا القانون الحقوقي عاجزة عن التحرك والفعل. وهنايا غادي ندخلوا في النقاش اللي كطرحه حاليا روسيا، والأخ أبو علي بحال قال لك داك السيد بوتين كيطرح هذا النقاش اللي هو نقاش دولي، وهو نقاش في الصميم أن المسألة تستدعي، إذا كنا كنهضروا على المستوى المغرب، أن المسألة تدعو إلى تغيير تقريبا جذري وإعادة بناء من جديد. هذا كينطبق حتى على المستوى الدولي، أنه احنا في وضع يعني ملح أنه يجب يعني إعادة التوازن من هذا العالم قبل أن ينقلب. نتمنى أن هذا الشيء يحدث من خلال هذا الشيء اللي كيوقع صافي، ويبقى هنا ما نوصلوش لاستعمال الأسلحة النووية وحرب عالمية ثالثة اللي غادي تكمل على البقية. نتمنى أن هذا الوضع اللي تتسيطر فيه مجموعة قوى أنه يوقع عندها حد، وهذا بنفسه مرتبط مادام المحلي والدولي مرتبط. هنايا كنرجعوا دائما الى قوى المقاومه اللي خصها تكون صامده وتكون كتميز بالتفاؤل، كما قالوا الاستاذين الكريمين بجوج، اننا في هذه المسائل الا ما كنتيش متفائل راه ما غدير والو. وبالتالي هذا الشيء باش يرتبط ان الحركات النضاليه على المستوى المحلي والاممي عليها انها تتكاتف، توجد طرق معينة من أجل مواجهة هذه الأوضاع سواء محليا أو دوليا. وبهذه المناسبة ما غاديش نفوت الفرصة وندعي خوتنا هنا على مستوى أوروبا أنه عندنا لقاءات مقبلة 20 فبراير، عندنا واحد اللقاء أصلا نهار السبت المقبل في أمستردام اللي غادي يتناول نفس الموضوع ديال اليوم، هو الوضع ديال حقوق الإنسان. وكنتمنى بأن حنايا ما نبقاوش نهضروا على الوضع فقط والتشخيص فقط، وإنما سبل ديال المقاومة، كيفاش نفرزوا آليات للمقاومة. وفي هذا الإطار أدين إدانة شديدة للحرب الهمجية والعدوان اللي كتمارسوا إسرائيل على خوتنا في غزة وفلسطين بصفة عامة وفي جنوب لبنان، وكندين التواطؤ الغربي اللي كيهددنا بسحب جنسياتنا فقط من أجل هذا التضامن الإنساني. والحرية للمعتقلين والصحفيين. وشكرا للأساتذة كاملين. شكرا خويا مصطفى. شكرا جزيلا الأستاذ الرفيق الأخ محمد كريم، اللي هو قلت فاعل حقوقي وعضو ائتلاف ريفي أوروبا. شكرا الأستاذ خالد البكاري، اللي هو أستاذ جامعي وفاعل حقوقي. شكرا الأستاذ جواد مستقبل، اللي هو
مهندس وعضو جمعية أتاك المغرب وعضو لجنة الحرية لعمر راضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي بالمغرب. اللجنة طبعا المقيمة في بلجيكا، الأخ مقيم معنا في بلجيكا. وكما قال الأخ كريم، اللقاء المقبل هو يوم السبت المقبل هذا بعد يومين، اللي غينعقد في هولندا بتنظيم مجموعة ديال الفعاليات الحقوقية اللي يجمعوا راسهم وجمعيات طبيعة الحال اللي تنظم في إطار المبادرة المغربية لحقوق الإنسان، اللي كنحييهم على المجهود اللي بذلوه واللي غيستقبلوا من خلالها ابتداء من الساعة 7 مساء كل من عزيز غالي هو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغنكون أنا شخصيا حاضر بعرض حول أدوار التضامنية للمهاجرين المغاربة في دعم القضايا العادلة، قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. وغيكون أحمد الزفزافي أب المعتقل السياسي أحمد ناصر الزفزافي الله يطلق السراح ويطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وغتكون خلود مختاري اللي غتدخل بطبيعة الحال حتى هي تعطي شهادة ديالها في هذا الموضوع. وكاين مجموعة ديال شخصيات اخرى اللي كاين اللي غيدخل بزوم وكاين اللي غيدخل يكون حاضر جسديا وفعليا في المكان. من بينهم كنشوف هنا محمد المبارك غيدخل عبر زوم والعديد من الشخصيات الاخرى. ومن بعد بطبيعه الحال غيسالي النقاش بموسيقى على الساعه 42 بعد المغادره للقاعه اللي قريب لهولندا لامستردام. صحاب هولندا وصحاب بلجيكا صحاب المانيا سي كريم وجد الرويض سنلتقي هناك معا لتبادل الاراء ونحيي صلة الرحم باسم الاخ ثومة مصطفى نداس مصطفى إغربان اللي شرف جندي الخفاء اللي شرف على هذا اللقاء تقنيا، وكنحييه بالمناسبة على كل المجهودات اللي كيبذلها باسم قناة راداس، باسم برنامج هنا وهناك مع العمراني، وباسم كل المشاركين. أحيي المشاهدين والمشاهدات واحدا ونضرب لكم موعدا يوم الأربعاء المقبل في لقاء جديد. ما نقول لكم في الموضوع دابا حتى نشوفوا الضيف. أولا شكرا، مع السلامة.